في هاد القصة غنعرفوا كيف تحول كره أمين ليلى لحب قوي بزاف. أمين شاب طموح، مهندس معماري، شخصيته قوية وعنيد، كيشوف راسو ديما على الحق. وليلى مصممة ديكور، هادئة ولكنها صلبة، كتحترم مبادئها وما كتسمحش لشي حد يقلل من قيمتها. أمين وليلى خدامين في نفس الشركة على مشروع كبير. أمين كان كيشوف ليلى متكبرة وكتدخل في التفاصيل اللي ما كتعنيهاش، كان ديما كينتقد خدمتها قدام المدير. أمين قالها بكل حدة: ليلى، هاد التغييرات اللي درتي في المخطط ما كتناسبش الرؤية ديالي، حاولي مرة أخرى تلتزمي بالحدود ديالك وما تدخليش في الهندسة. ولكن ليلى جاوبته بكل هدوء: أمين، أنا ما كندخلش في خدمتك، أنا كنهضر على جمالية المكان والراحة النفسية ديال اللي غيسكنوا فيه. الفرق بيني وبينك هو أنك كتشوف الحيوط وأنا كنشوف الروح اللي غتكون وسط منهم. هنا أمين سكت، ولكن النظرة ديالو كانت كلها حقد، كيحس بلي ليلى هي الشخص الوحيد اللي كيقدر يواجهه ويحرجو بكلامها الموزون. وفي واحد الليلة كان خاصهم يسهروا بجوج في الشركة باش يساليو الملف ديال مناقصة مهمة. وكانت في ديك الليلة عاصفة قوية بزاف والضوء تقطع فجأة في البناية. أمين في ديك اللحظة جاه تشنج قوي في ظهره بسبب التوتر والإرهاق وطاح للأرض. ليلى ما بقاتش كتشوف فيه كعدو، ناضت تجري، جبدت الدواء من صاكها وحاولت تعاونو، ولكن أمين كيحاول يبعدها: خليني عليك، غنولي لاباس. وليلى بصوت حنين ولكن قوي: اسكت أمين، في هاد اللحظة انت ماشي المهندس الواعر، انت غير إنسان محتاج مساعدة، الكبرياء ديالك غيقتلك شي نهار. بقيت معاه، شعلات شمعة وبقاو كيهضروا لأول مرة بعيدا على الحسابات والخدمة. عاودت ليه على الصعوبات اللي واجهت باش توصل لهنا، وهو عاود ليه على الخوف ديالو من الفشل اللي كيخليه يبان قاسي. دازت سيمانة على هاد اللقاء والمشروع نجح، ولكن أمين ما بقاش كيقدر يشوف ليلى بنفس الطريقة. ديك الكراهية بدات كتدوب وكتعوضها لهفة باش يشوفها كل صباح. واحد العشية وقف عليها في المكتب وهي كتجمع حوايجها باش تمشي، وقال لها: ليلى، بغيت نشكرك على داك النهار، ماشي غير حيت عاونتيني، ولكن حيت وريتيني شكون أنا بصح. جاوبته ليلى مبتسمة: العفو أمين، المهم هو الواحد يتعلم من أغلاطه. جاوبها أمين بصوت خجول: كنت كنظن بلي كرهي ليك هو اللي كيعطيني القوة باش ننافسك، ولكن دابا اكتشفت بلي كنت كنهرب من راسي فيك. ليلى، أنا تسرعت بزاف في الحكم عليك ومستعد ندير أي حاجة باش نصحح هاد الغلط. ليلى شافت فيه واحد النظرة فيها بزاف ديال المعاني، عرفت بلي أمين القاسي مات وتولد بلاصتو شخص كيعرف معنى الاعتراف بالجميل وربما شي حاجة أكتر. ومن بعد أمين طلب من ليلى يعرض عليها العشاء، ولكن هاد المرة ماشي كزملاء ولكن كأمين وليلى. هنا ليلى سكتت شوية، ضحكت ضحكة خفيفة وقالت: موافقة، ولكن بشرط ما تهضرش لي على الهندسة نهائيا. وهكا خرجوا بجوج من الشركة، والمرة الأولى اللي كان فيها الصمت بيناتهم ماشي صمت ديال العداوة، ولكن صمت ديال بداية قصة جديدة بدات بحقد وسالت بنظرة حب تحت أضواء الشارع. ما عمرك تحكم على شخص وانت مازال ما عرفتيش، حيت يقدر يكون هذاك الشخص هو نصفك الثاني.